السلام عليكم، أهلا بيكم. وصفة النهاردة من أروع وألذ الطرق لزلابية ناجحة من أول مرة، أفضل وألذ من المحلات بكتير، بمقادير مظبوطة وبسيطة. هتعمليها وبتكات هتظبط قرمشتها وهتظبط طعمها بمكون واحد هنضيفه هقولك عليه. هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معانا هنا في المقادير أول حاجة هنعملها، هنعمل شربات الزلابية. كوبايتين سكر، وكوباية مية، ظرف فانيليا، عصير نص ليمونة، ومعلقة صغيرة عسل جلوكوز. عسل الجلوكوز بيساعد على تسريع الشربات، مدته ما بياخدش وقت على النار، وفي نفس الوقت بيدي لمعة وبيحافظ على قرمشة الحلويات لفترة أطول. طبعا المكونات دي بتتذوب على الحرارة. تمام، هنقلبها بالراحة. المهم ما ننطرش سكر على حرف الكازرولة، بالراحة كده، ونحطها على النار ونقلب، نفضل نقلب لغاية ما السكر يدوب. بعد ما يغلي ب7 دقايق نطفي عليه. مكونات عجينة الزلابية: نص كيلو دقيق ناقص معلقتين، هستبدلهم بدقيق السميد. هبدأ أضيف باقي المكونات على الدقيق: معلقتين كبار دقيق سميد، معلقتين نشا كبار، ظرف فانيليا بيعزز طعمها وريحتها، معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة كبيرة. أهم حاجة تكوني متأكدة من الخميرة بتاعتك. لو شغالة وفعالة حطي المكونات على بعضها، لو مش متأكدة من الخميرة دوبيها مع ربع كوباية مية مع معلقة السكر على جنب. لو عملت فقاعات يبقى كده شغالة. نضيف على الدقيق رشة ملح، نقلب كل المكونات دي مع بعضيها. وبعدين معانا حوالي 500 أو 600 على حسب نوع الدقيق مية دافية. دي كده 500 جرام مية دافية. هننزل واحدة واحدة بالمعلقة، أنا مش هستخدم إيدي. عجينة سهلة ما فيهاش عجن كتير، بالراحة كده بالمعلقة، واحدة واحدة لغاية ما الدقيق كله يلم معاكي. أهم حاجة توصلي للقوام اللي أنا هوريهولك دلوقتي، قوام ليه عرق خفيف زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. أنا بنزل بالمية شوية شوية وبقلب، ما استخدمتش إيدي خالص. عجينة سهلة وجميلة، هتطلع معاكي بإذن الله أحسن من أحسنها حلواني، بس اتبعي الخطوات دي واحدة واحدة. لو انت حسيتي ان ايدك وجعتك غطيها وريحي ايدك شويه وارجعي كملي، مش هيحصل اي حاجه، بالعكس دي هتربي عرق وهتكون جميله وسهله. انا هنا ما قطعتش حاجه في الفيديو علشان تشوفوا الخطوات بدون حذف. شايفين يا بنات هي الاول تقيله معايا ازاي، وفي نفس الوقت من كتر ما انا بقلب فيها بالمعلقه مربيه عرق كويس جدا. فايدة دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة اللي احنا ضفناه من معلقتين، احنا شلناهم من الدقيق الأبيض وبدلناهم بدقيق السميد، ده بيخليها تتنفس تشرب شرباتها حلو قوي، في نفس الوقت تكون مقرمشة، وبيساعد انها تكون مقرمشة لتاني يوم كمان. اهم حاجة شرباتها يبقى تقيل. الحلويات المقلية يا بنات بتحتاج شربات تقيل عشان يحافظ على قرمشتها. شايفين هي العجينة خفت ازاي في ايديا؟ لسه بقى هربها جامد كده بالمعلقة. في المرحلة دي عايزة تريحي ايدك وترجعي تكملي، اعملي الحركة دي، سيبيها شوية غطيها وبعدين ارجعي كملي. سهلة جدا. شايفين هو ده القوام اللي احنا عايزينه، مفيش اسهل من كده. شوية دقيق وشوية مية عملنا احلى حاجة حلوة حل بيها بعد الصيام. اهم حاجة شايفين الفقاعات دي يا بنات على وش العجينة؟ ده دليل ان الخميرة ناجحة جدا جدا، عشان كده انا حطيتها كل المواد الجافة مع بعض. غطيها واركنيها لغاية ما تخمر. ممكن الوقت الخمرة عندك ياخد وقت أطول من عندي، هي خدت معايا بالظبط تلت ساعة، ممكن عندك أقل أو أكتر. أهم حاجة تبص عليها كل شوية. هنا شايفين يا بنات عليت ما شاء الله ازاي؟ خرجي بقى منها الهوا كله كله، قلبيها حلو قوي بمعلقة لغاية ما كل الفقاقيع والهوا ده يخرج. وانت بتقلي لو لقيتيها عليت تاني برضو قلبيها، ما تقليهاش وهي فيها فقاقيع كده عشان تكون ملساء وشكلها حلو.
شايفين يا بنات البنات الجديدة اللي بتتعلم؟ أنا وريتكم المعلقة المعيارية، بتبقى في الأكواب المعيارية دي أصغر مقاس. عايزة تعملي بيها اعملي بيها، بس أنا معايا طريقة حلوة قوي هتريحك وانت بتعملي، وأعملها لك بالطريقة التانية كمان. أهم حاجة الزيت يكون متوسط الحرارة، مش سخن قوي ولا بارد قوي. والمسي المعلقة في الزيت البارد. أنا حاطة ربع كوباية زيت في بولة على جنب، ألمس فيها المعلقة قبل ما أحطها في العجين. أول ما الزلابية اتكورت كده في الحلة أو في الطاسة اللي بتقلي فيها، قبل ما تاخد لون نشيلها على طول ونحطها في صينية على جنب. ودي الطريقة التانية للتشكيل يا بنات. معلقة صغيرة بمسحها زيت، وبعدين باخد قطعة عجينة وبنزل بالمعلقة الكبيرة في الزيت السخن على طول. معلقة صغيرة ومعلقة تانية كبيرة، الاتنين بنزلهم في الزيت البارد. ببدأ اخد جزء بالمعلقة الصغيرة وانزله بالمعلقة الكبيرة في الزيت السخن زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، لغاية ما الكمية كلها تتعمل بنفس الطريقة. واسيب كرات الزلابية تبرد خالص، وبعدين اسخن الزيت، اسخنه كويس في الوقت ده، وهنزل بجزء جزء لغاية ما ياخد لون ذهبي، واخرجه على الشربات البارد. بارد يعني مش في التلاجة، بارد يعني في درجة حرارة المطبخ. علشان كده احنا بنجهز اول حاجة بتكون الشربات علشان يكون برد تماما زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. طبعا المعلقة او المصفى اللي بنطلع بيها من الزيت ما ينفعش هي اللي نستخدمها في الشربات، بنستخدم حاجة تانية. انا بحب اطلع اي حلويات على مصفى تحتها بولة، علشان لو في شربات زيادة بينزل من خلال فتحات المصفى دي، وبتكون كده الحلويات المقلية عموما بتكون خدت حاجتها من الشربات كويس جدا. طبعا انت ممكن تزينيها باي صوص نوتيلا، صوص كراميل، صوص شوكولاتة ابيض، اللي انت عايزاه تعملي فيها اعملي فيها وزينيها بطريقتك. بس لو انت مش حابة السكر زيادة فيها في الوقت ده، بعد ما تتقلي تركنيها على جنب، ما تسقطهاش في الشربات، وابدأي بقى زينيها بصوص الشوكليت او صوص الكراميل لو انت مش عايزة سكرها زيادة. اما انت لو عايزة سكرها زيادة طبعا هتسقيها بالشربات عادي، وبعدين تزينيها بالشوكليت او بالكراميل زي ما انت عايزة. وكلي احلى زلابية من ايديك الحلوين، ربنا يحسن ما بين ايديكم. بألف هنا وشفا حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. قرمشتها حلوة قوي ولونها جميل جدا يا بنات، ولا ريحتها حاجة كده تحس ان انت واقفة في محل حلويات، حاجة بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم. جميلة يا بنات، زينوها بالطريقة اللي انتوا عايزينها زي ما قلت لكم. اللي تحبوا تزينوه بيها زينوه بيها، ممكن في الوقت ده ترش عليها كمان جوز هند او مكسرات زي ما انت عايزة اعمليها. وبكده نكون خلصنا وصفة النهاردة يا بنات. أتمنى تكون الوصفة نالت إعجابكم، جربوها بنفس الطريقة وأنا متأكدة بإذن الله هتطلع معاكم ناجحة 100%. ما تنسوش الشير واللايك والكومنت، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل. في حفظ الله، السلام عليكم.